السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي طلاب الصف الأول الإعدادي، عاملين إيه يا أبطال؟ إن شاء الله مرحلة جديدة، رحلة جديدة، منهج جديد. عايزين بقى كده كوباية الشاي الحلوة بتاعتك وتعالى نشوف أول درس بيتكلم عن إيه. أول درس يا شباب بيتكلم عن حاجة اسمها التناسب، بس قبل ما نخش على التناسب لازما الأول نعرف كام حاجة خدناها في ابتدائي. زي إيه يا مستر؟ زي النسبة. إحنا خدنا يا شباب السنة اللي فاتت على طول النسبة، وعرفنا كمان ان النسبة هي مقارنة. هي ايه؟ حد يفكرني؟ هي مقارنة بين ايه؟ بين حاجتين اهو، حاجتين. ايه الحاجتين دولت؟ الحاجتين دولت احنا بنسميهم كده بالبلدي كميتين. ايه يا مستر؟ مقارنة بين كميتين، بس لازم ان الكميتين دولت يكونوا من نفس النوع، من نفس النوع والوحدات. طب احنا يا مستر كده افتكرنا النسبة، بس عايزين نعرف كنا بنكتب ازاي النسبة. حبيب قلبي كنا بنكتب النسبة كصورة كسر اعتيادي A على B، فدوت كان اسمه كسر، وكمان اسمه نسبة، ودوت كنا بنسميه الحد الأول ودوت الحد الثاني، أو البسط والمقام، أو مقدم النسبة وتالي النسبة. هل ده كان الشكل الوحيد اللي بنكتب بيه النسبة؟ لا، كنا بنكتبها بشكل تاني اللي هي A إلى B. وعايزك تركز، الحد الأول بيتكتب من ناحية الشمال، الحد الأول بيتكتب من ناحية الشمال، فبنقول A إلى B. وبرضو كنا بنكتبها A إلى B، لما تكون بالعربي بنكتبها من اليمين. طب كده يا مستر احنا افتكرنا النسبة خلاص. كان عندنا حاجة يا شباب اسمها النسب المتكافئة. النسب المتكافئة دي كنا بنكونها يا إما بالضرب يا إما بالقسمة. يعني لو احنا عندنا 1/2 وعايز أجيب نسبة متكافئة ليه، فكنا بنضرب فوق وتحت في أي عدد في الدنيا ما عدا الصفر. أي عدد، تعالى كده نضرب في 2. 1 في 2 ب2، و2 في 2 ب4. دي كده كان اسمها نسبة متكافئة للنص. طب عايزين نجيب كمان نسبة، يبقى كده هنقول مثلا 3/6 ضربتها في 3. دي كده يا شباب النسبة المتكافئة. وبرده كان عندنا وليكن لو عندنا 21/27 وعايزين نجيب نسبة متكافئة ليه، كنا ممكن نقسم على 3، فلما نقسم على 3 هيدينا فوق 7 وتحت 9، وكنا بنسميها ديت اوجد الكسر دوت في ابسط صوره. يبقى احنا كده يا شباب افتكرنا النسبه بصوره سريعه. طب ايه يا مستر بقى عنوان الدرس بتاعنا اللي هو التناسب؟ تعالى كده نشوف ايه بقى يا مستر مفهوم التناسب دوت. حبيب قلبي التناسب ده سهل جدا جدا جدا. التناسب هو تساوي نسبتين. يعني لو احنا جبنا نسبتين زي A على B هتساوي C على دي، فدوت كده اسمه تناسب. اسمه ايه؟ تناسب. يبقى هو تساوي نسبتين او معدلين او اكثر. يبقى التناسب هو تساوي نسبتين او اكثر. حلو جدا. يعني عندنا 3/4 بتساوي 6/8، دوت كده اسمه تناسب. طيب هنا تساوي معدلين زي 8 اكواب دقيق على 4 قوالب كيك بيساوي 2 كوب دقيق على قالب 1 كيك. دوت تناسب ودوت تناسب. يبقى مش شرط التناسب يكون تساوي نسبتين بس، ممكن تساوي معدلين. مستر فكرني بالمعدل. المعدل حبيب قلبي اللي هو كان نسبة برضو بس بين كميتين مختلفتين، زي مثلا سرعة وزمن، مسافة وزمن، ايا كان، المهم يكونوا وحدتين مختلفتين. وكان عندنا طبعا حاجة اسمها معدل الوحدة، لما يكون الوحدة التانية 1 هو معدل تكون الكمية التانية فيه تساوي 1. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه التناسب. طب ايه يا مستر الافكار اللي عندنا في التناسب؟ عندنا اول حاجة عايزين نعرف ازاي بنكتب التناسب. التناسب حبيب قلبي ممكن نكتبه كبسط ومقام. ازاي بقى يا شباب نكتب التناسب؟ لما يجي يقول لي اذا كانت الكميات A و B و C و D كميات متناسبة، فانا ممكن اكتبها كصورة كسر A على B بيساوي C على D، الاول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع. او ممكن نكتبها كده A الى B بتساوي C الى D، برضو دي شكل كتابة نسبة او التناسب. فلما يجي يقول لي ان الاثنين والثلاثة والستة والتسعة كميات متناسبة، شباب الدرس دوت هيتراكم عليك للسنة الجاية، فلازم تكون مذاكره كويس جدا. فنقول 2 على 3 يساوي 6 على 9،
ده كده تناسب، او ممكن نقول له 2 الى 3 بتساوي 6 الى 9. جميل جميل. التناسب بقى يا شباب، اول واحد فيه ده اسمه الاول المتناسب، الحد الاول المتناسب. طب والتاني اسمه الثاني المتناسب. طب والتالت اسمه الثالث المتناسب. خلي بالك شايف انا ايه ماشي ازاي. والاخر واحد دوت اسمه الرابع المتناسب او الحد الاخير المتناسب. طب ده دوت لما اكون كاتبهم ككسر. طب لما اكون كاتبهم كصورة الى ايه الى بي. خلي بالك عشان دي مهمة جدا. اللي في النص دولت اسمهم الوسطان، اللي على الاطرف اسمهم الطرفان. يبقى احنا عندنا طرفان وعندنا وسطان. ليه بقى يا مستر؟ قال لك لان احنا عندنا خاصية اسمها خاصية الضرب التبادلي. ايه خاصية الضرب التبادلي؟ هي خاصية ان احنا ممكن نثبت تساوي او نسبة التناسب من الخاصية ديت. ايه بقى الخاصية ديت؟ قال لك ان الخاصية ديت بيقول لك حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، اللي احنا اصلا خدناها بشكل غير مباشر السنة اللي فاتت. يعني احنا لو احنا عندنا A على B بتساوي C على D، خلي بالك لو انا ضربت A في D لازم لو هما متناسبين لازم يساوي B في C. تعالى كده ناخد مثال. لو احنا قلنا 2 في 9 ب 18 وقلنا 3 في 6 ب 18 يبقى ده كده تناسب. يبقى ده كده ايه؟ تناسب. فعشان دي كده اسمها خاصية الضرب التبادلي. تاني لو احنا عندنا 6 في 4 ب 24 و8 في 3 ب 24 يبقى ده كده تناسب. يبقى ده الكميات دي كميات ايه؟ متناسبة. يبقى تعالى كده الأول فكرة عندنا في الدرس النهارده إن احنا ازاي نحدد إن هم أزواج متناسبة ولا لأ. فبيقول لي هنا أول مثال عندنا حدد أي الأزواج النسب التالية يمثل تناسب. تعال نشوف. مستر محمود قال لنا هنضرب ضرب تبادلي ونشوف 2 في 10 بيساوي 20 و4 في 5 برضو بيساوي 20. يبقى كده عندنا 2 في 10 بتساوي 4 في 5 هما الاتنين بيساوي ايه؟ تناسب. يبقى ده كده يا شباب ايه ده؟ تناسب. يبقى انا كده يا شباب هقول له كده اذا الازواج متناسبة. صعب الكلام؟ طيب تعالى رقم ب. رقم ب بيقول لي برضو هنضرب 60 في 3. 60 في 3 هنحط الصفر و6 في 3 ب 18 يعني 180. هنضرب يا شباب 15 في 2 فهتساوي 30. هل ال 180 تساوي ال 30؟ لا يا مستر. يبقى ده كده لا يمثل تناسب. يبقى كده ال 60 في 3 لا تساوي 15 في 2. يبقى كده الأزواج لا تمثل تناسبا. في أسهل من كده؟ وقف الفيديو وحل وتعالى نشوف. تعالى نشوف يلا يا شباب تالت سؤال. 4 على 5 نعيد بس الكتابة عشان ما ينفعش يبقى كده ايه مكتوبين بشكل مختلف. 4 على 5 بتساوي 1.6 على الاتنين. اضرب 4 في 2 ب8 و5 في 1.6 اهو هيساوي 5 في 6 ب30 صفر ومعايا التلاتة. 5 في 1 ب5 و3 8 وحط العلامة دي برضو طلعت 8. يبقى دول كده يمثلوا تناسب. يبقى 4 في 2 بيساوي 5 في 1.6. يبقى كده الأزواج تمثل تناسبا. دي أول فكرة عندنا يا شباب، إن إحنا يجي يقول لي أزواج ويقول لي شوف الأزواج دي متناسبة ولا لأ. تعالى وقف الفيديو بتاعك وشوف كده هتعرف تحل دولت وبعد كده تعالى نحلهم مع بعض. بيقول لي طبعا اكتب نسب متكافئة لكل نسبة مما يلي. طبعا دي ممكن تعملها بالآلة بس احنا مش هنتعود على الآلة من دلوقتي. 12 على 21 ممكن تقسم على كام؟ ممكن اقسم على 3 فوق وتحت فيدينا 4 على 7. يبقى دي كده في أبسط صورة. على فكرة ممكن تضرب وممكن تقسم براحتك بدل ما قالكش هنا في أبسط صورة. أبسط صورة يبقى لازم تجيب أبسط صورة يعني تقسم. طيب 7 على 9 طبعا دي ما فيهاش قسمة، دي فيها ضرب، فأنا هضرب في 2 فوق وأضرب في 2 تحت. 7 في 2
ب14 و9 في 2 ب18. طب رقم 3 48 وال12، ايه رأيك لو قسمنا على 12 فوق وتحت؟ 48 على 12 فيها الأربعة إلى 12 على 12 فيها الواحد، يبقى 4 إلى إن هو يجيب لك الكميات ديت ويقول لك حدد إذا كانت الكميات التالية تمثل تناسب ولا لأ. تمام. هنا 6 و9 و8 و12، هنعمل إيه؟ نعمل الأول على التاني والتالت على الرابع، بدل ما هما كاتبهم لك كده بالترتيب يبقى هو الترتيب ده اللي هو عاوزه. يبقى 6 على 9 بيساوي 8 على 12. اضرب 6 في 12، 6 في 2 ب12، 2 ومعايا الواحد، 6 في 1 ب6 و2 7 بيساوي 9 في 8 برضه ب 72. هنعمل ايه؟ ده كده يمثل تناسب. هنقول له كده إذا الكميات تمثل تناسب، ونكتب بقى التناسب تاني اللي هو ده 6 على 9 بيساوي 8 على 12. طيب تعال نشوف رقم 2. نفس الكلام 7 على 4 بيساوي 3 و6 من 10 على 2. اضرب 7 في 2 ب14، 4 في 6 ب24، 4 ومعايا الاتنين، 4 في 3 ب12 و2 14. هل ده يمثل تناسب؟ لا. يبقى كده إذا الكميات لا تمثل تناسب. صعب الكلام يا شباب؟ طيب بعد كده بقى عندنا حاجة اسمها حل التناسب. ايه حل التناسب ده؟ ان هو يجيب لك ويقول لك ان دولت متناسبين اوريدي، بس في واحد فيهم مجهول فعايزين نجيبه. ركز قوي معايا عشان الحاجات دي هتفيدك جامد. هو دلوقتي بيقول لي اكس على 15 بيساوي 4 على 20. خلي بالك ان هو قايل لك هنا تناسب. طب انا هستفاد فين يا مستر؟ بالضرب التبادلي. الاكس اهي قدامها ايه؟ ال20، يبقى الاكس تساوي، خلي بالك قدام الاكس ايه؟ 20، حطها تحت والاتنين التانيين اضربهم فوق. 4 في 15 فهيساوي 60 على 20 اللي هي هتساوي 3. يبقى كده الاكس هتساوي ايه؟ 3. هو دوت حل التناسب بتاعي. لا يا مستر ما فهمتش. كمان مثال 2 على ايه بيساوي 3 على 18. هو عاوز يجيب الايه قدامها مين؟ قدامها 3، حطها تحت واضرب الاتنين التانيين فوق. 2 في 18 فهتطلع 2 في 18 ب 36. 36 على 3 فيها ال 12. يبقى كده الايه طلعت ب 12. صعب الكلام؟ طيب اخر واحدة بيقول لي عاوز اكس زائد 1. يبقى اكس زائد 1 بيساوي مين في وش الاكس زائد 1؟ 1. واضرب الاتنين التانيين فوق. 4 في 5 ب20. يعني اكس زائد 1 بتساوي 20. طب انت كده جبت الاكس؟ لا يا مستر. امال هتعمل ايه؟ حلها كمعادله وادي دي الناحيه التانيه بعكس الاشاره. يبقى الاكس بتساوي 20 ناقص 1، يبقى هتساوي 19. كمان تعال نحل نشوف الاسئله اللي بعديها. وقف الفيديو حل وبعد كده تعالى اتاكد معايا. يلا يا شباب تعالى اتاكد بقى من الحل بتاعك. هو دلوقتي عاوز الايه، يبقى الايه هتساوي مين اللي في وشها؟ 6، اكتبها تحت، و4 في 24 هتساوي، اعملها على الآلة هتطلع لك ان الايه هتساوي 16. تمام. تعالى رقم ب بيقول لي 6 على 5 بيساوي 24 اكس على 20. هو دلوقتي عاوز الاكس. ال 24 اكس في وشها ال5، يبقى ادي ال 24 اكس في وشها ال5 هنكتبها تحت، وفوق نضرب 6 في 20. 6 في 20 على ال5 هتطلع ان الاكس هتطلع ب1، يبقى الاكس هتطلع بتساوي 1. رقم ج يا شباب بيقول لي اكس ناقص 2. عاوزين نجيب الاكس. مين في وشها؟ ال3، وهنا 12 في 32 فتطلع ان اكس ناقص 2 بتساوي
128. ودي الناحية التانية سالب 2 هتروح زائد 2، فتبقى الاكس بتساوي 128 زائد 2 130. يبقى انت كده جبت قيمة الاكس. صعب الكلام؟ سهل جدا. تعال نشوف المثال اللي بعد كده. بيقول لي ايه؟ مثال 4 بيقول لي اوجد قيمة اكس إذا كانت الكميات متناسبة. يعني الكميات اللي قدامي متناسبة، تعمل إيه؟ حطهم تحت بعض. 25 على 20 بتساوي 10 على إكس. وبعدين يا مستر واحدة واحدة هتعمل إيه؟ الإكس موجودة فين؟ أهي. يبقى الإكس هتساوي مين في وشها؟ ال 25. اضرب الاتنين التانيين 20 في 10 فهتطلع 200 على 25. يبقى الاكس هتطلع بكام؟ احسبها على الآلة. يبقى كده يا شباب لما تحسبها بالآلة الاكس هتطلع ب 8. المثال اللي بعده مثال رقم 5 بيقول لك إذا كانت كل من الكميات متناسبة، يعني الكميات متناسبة، اوجد قيمة اكس. يبقى تعمل ايه؟ نفس الكلام مستر محمود عودنا. اكس على 8 تساوي 15 على 24. وبعدين هعمل ايه؟ الاكس موجودة في وشها ال 24 واضرب 8 في 15 يبقى الاكس هتساوي. بعد يا شباب ما تكتبها على الآلة تطلع ان الاكس بتساوي 5. صعب الكلام؟ ده سهل قوي يا مستر. ده كده شكل اولى اعدادي سهلة جدا. واحدة واحدة. 6 على 8 بتساوي اكس على 4. يبقى كده الاكس هتساوي كام؟ مين في وشها؟ التمانية. واضرب 6 في 4 يبقى الاكس هتساوي 6 في 4 ب 24 على 8 فيها التلاتة. يبقى الاكس بتساوي 3. طيب اللي بعديها 4 على اكس ناقص 5 تساوي 8 على 16. اكس ناقص 5 في وشها مين؟ في وشها التمانية، هكتبها تحت و4 في 16 فوق، فهتساوي اكس ناقص 5 تساوي 4 في 2 ب8. وديها الناحية التانية بعكس إشارتها. هنا سالب 5 هتروح هناك زائد 5. يبقى الإكس بتساوي 8 زائد 5 يعني هتساوي 13. طيب هنا 3 على 4. خلي بالك هنا في فاصلة أهي. 3 على 4 بتساوي إكس زائد 2 على 12. مين في وش إكس زائد 2؟ إكس زائد 2 في وشها الأربعة واضرب فوق 3 في 12 فتطلع اكس زائد 2 بتساوي 9. ودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة يبقى الاكس بتساوي 9 ناقص 2 يعني هتساوي 7. صعب الكلام يا شباب؟ يبقى دي كده الفكرتين اللي على التناسب. طب تعالى نشوف. وقف الفيديو حل وهتلاقي الحل مكتوب لك على السبورة. تعالوا يلا يا شباب نشوف الحل. هنعمل ايه؟ 30 على 5 بتساوي اكس على 4. الاكس في وشها مين؟ الخمسة. هنحطها تحت و30 في 4 فوق فتطلع الناتج الاكس بتساوي 24. رقم ب نفس الكلام 2 اكس على 8 بتساوي 6 على 12. شباب احنا بنمشي بالترتيب، اللي هيغير في الترتيب المسألة كلها غلط. يعني أنا باخد الأول على التاني والتالت على الرابع، اوعى تتلخبط. طب وبعدين 2 اكس بتساوي في وشها ال 12 وفوق 8 في 6 فتطلع 2 اكس بتساوي 4. يبقى كده الاكس هتساوي 2. آخر واحدة عندنا اكس ناقص 4 على 4 بتساوي 6 على 8. يبقى اكس ناقص 4 بتساوي في وشها 8 واضرب 4 في 6 يعني اكس ناقص 3 او اكس ناقص 4 اسف هتساوي 3. ودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة يبقى الاكس هتساوي 7. طب التناسب ده يا مستر ليه تطبيقات؟ يوه ده ليه تطبيقات كتيرة جدا. أولها اللي احنا هناخدها النهارده اللي هي تطبيقات حياتية.
طب في تطبيقات تانية يا مستر؟ ده احنا هناخد 3 دروس تطبيقات على التناسب. زي ايه؟ زي حاجه اسمها مقياس الرسم. ان شاء الله كل الحاجات دي هندرسها بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. مقياس الرسم دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، خلتنا نعرف نرسم الخريطه بتاعه الدراسات، خلتنا نعرف ازاي المهندس يرسم بيت على لوحه، وهكذا. وبعد كده عندنا حاجه اسمها التقسيم التناسبي. التقسيم التناسبي ده عرفنا ازاي نوزع الورث. وبعد كده عندنا الخصم والضريبة، وازاي نعرف مثلا محل كاتب عندنا خصم 50%، ازاي اعرف قيمة ال 50% دي بفلوس. فدول التطبيقات التناسب اللي علينا السنة دي. عندنا بقى تطبيقات حياتية. فبيقول لي هنا في المثال الأول عندنا إذا كانت طابعة تستهلك 5 ملي لتر من الحبر لطباعة 50 صورة. حلو، يعني احنا عندنا علشان تطبع 5 ملي لتر هتاخد قد ايه؟ 50 صورة. جميل، خلي بالك دي نسبة وتناسب. فكم ملي لتر من الحبر ستستهلك للطابعة؟ 150 صورة بنفس الجودة. يعني ايه؟ خلي بالك بقى عشان ما محدش يتلخبط، انا فوق حاطط الملي لتر وتحت حاطط الصورة. فانا هنا عشان اعرف اجيب هي هتطبع او هتستهلك قد ايه ملي لتر عشان تطبع 150 صورة، فانا هكتب هنا اكس واحط تحت ال 150 الصورة. فانا كده هعرف اجيب هي بتطبع قد ايه او هتستهلك قد ايه ملي لتر من الحبر. يبقى كده الاكس هتساوي اضرب تحت 50 وفوق 5 في 150 هتطلع يا شباب 15. يبقى كده هي هتستهلك 15 ملي لتر. يبقى كده اذا ستستهلك الطبعة لطباعة 150 صورة كام بقى قلنا؟ 15 ملي لتر من الحبر. ودوت أول تطبيق عندنا يا شباب. تمام. وعندنا هنا يا شباب خطأ في ممكن بعض الطلاب يقع فيه، وهو إن إحنا بنحط فوق حاجة وتحت حاجة وبعد كده في التناسب نلخبطها. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا هنا انا راعيت ان انا حطيت فوق ملي لتر من الحبر وتحت 50 صورة، يبقى الناحية التانية هحط فوق الملي لتر وتحت ال 150 صورة. يبقى عشان محدش يلخبط ويقول لي 5 ملي لتر على 50 صورة، يبقى الناحية التانية حاطط ال 150 فوق. لازما في التناسب الترتيب مهم، ترتيب مهم. طب تعال نشوف كده مثال كمان. بيقول لك إذا قطعت سيارة مسافة 120 كيلومتر في 3 ساعات. حلو، فكم ساعة تحتاجها السيارة لقطع مسافة 240؟ يعني هي بتستهلك 120 في 3 ساعات. خلي بالك هتستهلك قد ايه لما تمشي 240؟ هتتحرك كام ساعة؟ يبقى هنا نفس الكلام. شفت انا عملت ايه؟ حطيت هنا ال 120 كيلو متر على الثلاث ساعات، يبقى الناحية التانية حطيت ال 240 كيلو متر على اللي انا عايز اعرفه من الساعات. يبقى كده الاكس هتساوي، خلي بالك قدامها ال 120 وفوق 3 في 240، فنعمل ايه؟ اضرب واقسم، فهتطلع 6 ساعات. صعب الكلام يا شباب؟ يبقى دي كده تطبيقات. طيب تعالى كده نشوف كمان في التناسب التمثيل البياني للتناسب. عندنا العلاقة لما تكون متناسبة، يعني كميات متناسبة، فبيكون عندي النقاط طالعة أو تقع على خط مستقيم بيبدأ يمر بنقطة الأصل، يمر بنقطة الأصل اللي هي الصفر وصفر. طب لو الكميات لا تمثل تناسب، يبقى النقاط لا تقع على خط مستقيم زي الأمثلة اللي عندي دي. هو بيقول لك هنا الجدولين دولت في واحد فيهم بيمثل تناسب والتاني لا. فهنا بيقول لك الزمن بالدقيقة والمسافة بالمتر. هو مشي دقيقة، مشي قد ايه كام متر؟ 50. دقيقتين 100. 3 حتى انا ملاحظ ان هم متناسبين. لو انا مثلتها بقى على التمثيل البياني هتلاقيه ان هو خط مستقيم بدأ من الصفر، يبقى ده كده يمثل تناسب. يمثل ايه؟ تناسب. طب هنا يا شباب محمد خلاص طلعت الكميات بتاعته متناسبة. طب وهنا لما سلمى مشيت دقيقة مشيت 60، لما مشيت دقيقتين مشيت 100. حتى الكميات هنا مش متناسبة، المفروض تمشي بقى 120. هنا بقى بص لاحظ معايا على خط الأعداد أو على التمثيل البياني
بص هنا ادي هنا مشي الدقيقة في 50، مشي الدقيقتين في 100. حتى لو انت مشيت كده بخط هتلاقي ان هو ايه، بص مش خط مستقيم. يبقى ده يا شباب دوت لا يمثل تناسب، لا يمثل تناسب. وبكده يا شباب يبقى احنا وصلنا لنهاية درسنا. عرفنا يعني ايه هو التناسب، وعرفنا ازاي نجيب التناسب، وازاي نحل التناسب، وكمان خدنا التطبيقات الحياتية على التناسب. ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية. تابع القناة وتابع وذاكر اول باول، وما تراكمش عليك دروس عشان الدروس بتاعتك كتير، فارجوك ما تراكمش دروس عليك، ذاكر اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.